طب عايز اسالك على فتره مهمه جدا وهي بتحدد حاجات كتيره قوي في حياتنا وهي الخطوبه. شوف تاج السيره يا لطيف. يعني احنا دلوقتي مخطوبين مش عشان بس نخرج ونتفسح ونجيب دباديب ونقول كلام حلو، لا ده في حاجات تانية مهمه. كلام على ايه؟ لازم نركز عليها، وكتير قوي بيبقوا البنات والولاد في سن، لو حتى مخطوبين في سن صغير بيبقوا مبسوطين قوي بالشبكه والحفله واصحابنا وان احنا بقينا مخطوبين. ايه الحاجات اللي لازم نركز فيها كويس قوي قوي واحنا في فتره الخطوبه؟ لابسه ايه؟ لابسه ايه؟ خالص. يا معلم زكي. طب خش جوه. اوكي، في كام فكره كده مرتبطه بالخطوبه اللي هي احنا طالما اتخطبنا يبقى احنا كده كده هنتجوز. يا فرح انت مراتي. يا بت انت مراتي يا بت. احنا بالنسبه لنا بيبقى الخطوبه هي الفتره اللي بنجهز فيها بيتنا وفرحنا والهانيمون هيبقى فين. النصيب بيصيب. ما بيبقاش فيه الوعي بتاع انا عايزه اعرف البني ادم ده لما اعيش معاه هينفع اصلا نعيش مع بعض ولا لا. ما احنا عايزين نسحبه من حاله ونجيبه على بوزه هنا. هو لا، ما كل الخطوبات كده، بكره يتغير، بكره بعد الجواز يبقى هو بس احسن. عشان مضغوط ماديا أيوة. مثلا. بنبتدي نحط اعذار. بقول لك ايه، الله يخليك اللي قدامك ده بيكح جبس. ونيجي بعد الجواز نلاقي ايه ده، مين ده؟ صباح الخير. ايه في ايه؟ في ايه؟ انت مين يا واد؟ انا عاطف اللي كنت بتاع امبارح. او البيت عموما اللي بيتكون في الجواز بيبقى قايم على ثلاث اعمده: الثقه والاحترام والالتزام. ومين المز ده؟ من امتى وانت بتعرف ناس نضيفه يا معفن؟ سعيد. حلو قوي. حاجه من دول وقعت وحاجه واحده من دول وقعت، البيت ما بيمشيش. كانت طيبه ونسمه وقلبها ابيض وزي الفل، بعد كده اتحولت بقت نكديه وزنانه وطلباتها كتير ما بقتش ملاحه. وتاني حاجه الاحترام، طول ما احنا بنختلف عادي من غير ما اقلل من اللي قدامي او اتعدى حدوده في الاحترام، ان انا احترمه ككيان كبني ادم. يعني رأي محترم شكرا. من شخص مقزز جاهل ملوش اي اساس من الصح. دي تاني حاجه. وتالت حاجه الالتزام، ودي بقى مهمه قوي، ان انا ابقى ملتزم تجاه العلاقه مش تجاه البني ادمه. مش للدرجه دي يعني. انت حابب الذل ليه؟ لان كتير تلاقيه شباب شهر وفي طلاق، شهرين وفي طلاق، اللي هو لا انا مش قادر، الشيله تقيله عليا. ايوه فعلا انا غلطان ان انا بسمع كلامك يا صفاء، انا اصلا ما عنديش شخصيه وبسمع كلامك في كل حاجه. بيبقى في فكره كده بتاعت هي هتعمل لي ايه، وده مش عند الراجل بس، في ستات كتير اللي هو هتعمل لي ايه يعني، ايه الجديد يعني؟ ايه الجديد؟ هي اكيد مش هتبقى عارفه، اللي احنا مهما حكيت مش هتبقى عارفه التفاصيل. انت ايه اللي دخلك اصلا في حياتي؟ يا ريت بقى ما اشوفش خلقتك تاني. ممكن يقول انا مش هطلع احكي مشاكلي بره، مش هروح اقول في لحد رجاله كتير اللي فعلا حاصل كده. هي اجابه رخمه بس عندك حق والله. بعد جلسه التانيه بيبتدي يلاقي لا هي مش مساعداني، انا بعمل كل حاجه واللي قدامي ما بيعملش، فبيبتدي يبطل خلاص، مش قادر ان هو ان في مردود بالظبط، ما بقاش في طاقه انه يصلح اكتر من كده. وحياة امك مش عايزه منك اي حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا